فيلمنا بيبدأ في مدينة تكساس سنة 1939 مع الطفل برنارد اللي بيكون من أصحاب البشرة السمراء، وبيكون قاعد بيمسح الأحذية قدام أكبر بنك في المدينة. برنارد بيكون مركز جدا مع الكلام اللي بيسمعه من رجال الأعمال والمستثمرين الأغنياء اللي بيلمع لهم أحذيتهم، وبيبدأ يدون كل الكلام اللي بيقولوه عن البيع والشراء في المفكرة بتاعته، لأنه بيكون عنده فضول يعرف إزاي الناس الأغنياء واللي أغلبهم من أصحاب البشرة البيضاء بيقدروا يجمعوا فلوسهم ويبقى عندهم أملاك كتير. وفي يوم بيشوفوا حارس البنك وهو بيتصنت من الشباك على الموظفين وبيكتب في المفكرة بتاعته، فبيمسكه وبيزعقله لأنه بيكون فاكر إنه بيجسس عليهم لصالح حد بيوصله المعلومات. لكن برنارد بيجري وبيقدر إنه يهرب منه، ولما بيعرف أبوه باللي حصل بيكون خايف عليه وبيقوله إن البيض لو عرفوا إنه بيجسس عليهم ممكن يقتلوه، وبيحذره إنه ما يعملش كده مرة تانية. لكن برنارد بيحاول يقنعه إنه بيعمل كده علشان عايز يبقى غني زيهم. ولما بيشوف باباه المفكرة بتاعته بينبهر بموهبته وطريقة تفكيره وحساباته، لكن بيقوله إنه صعب يحقق حلمه علشان يبقى غني لأنه مش أبيض زيهم، وإن البيض مش بيسمحوا للسود إنهم يكونوا أغنياء زيهم. لكن برنارد بيكون واثق إنه هيحقق حلمه، وبيقوله إنه ممكن يقدر يعمل ده لو اتنقل من تكساس لمدينة تانية. وبتمر السنين وبيكبر برنارد وبيتجوز بيخلف ولد، وبنشوفه وهو بيتنقل بأسرته لكاليفورنيا سنة 1954، وبيروح علشان يقعد بشكل مؤقت في بيت ديكن عم زوجته، واللي بيعرض عليه إنه يقدم على وظيفة في شركة طيران، وبيقوله إنه ممكن يساعده إنه يرتب له مقابلة توظيف. لكن برنارد بيقوله إنه جاي كاليفورنيا علشان يبدأ في مجال العقارات، فبيسخر منه ديكن وبيضحك بصوت عالي، وبيقول ليوناس زوجة برنارد إنه ما كانش يعرف إنها اتجوزت مليونير، فبيتعرفوا إنهم محوشين مبلغ علشان يبدأوا بيه مشروعهم ويشتروا بيه عقار ويأجروه. ديكن بيستفز برنارد أكتر وبيقوله إنه ممكن يخسر الفلوس اللي حوشها، وساعتها مش هيبقى قادر يدفع حتى تمن الإيجار اللي هيعيش فيه، وما بيقدرش برنارد يتحمل سخافته وكلامه المحبط، فبيستأذن وبيقوم وبتروح وراه يونس وبتقوله إنها واثقة إنه عبقري وإنه هيغير حياتهم، وبيمشوا من عند عمها بسرعة. بعدها بيبدأ برنارد يدور على كل العقارات اللي معروضة للبيع في المدينة ويعرف أسعارها ويكلم أصحابها لحد ما بيلاقي مبنى سعره مناسب بالنسبة للمبلغ اللي معاه، لكن بيبقى محتاج تصليحات كتير، فبيقرر إنه يشتريه. لكن بيكون عنده مشكلة إنه بعد ما هيشتريه مش هيكون معاه فلوس علشان يجدده ويدفع ثمن التصليحات اللي محتاجاها الشقق اللي في المبنى. فبترد عليه مراته يونس إنها تعرفه على مستثمر يشاركه، وبتروح تعرفه على جو رجل غني من أصحاب البشرة السمراء. لكن برنارد لما بيتكلم معاه بيحس إنه مش مرتاح، وبياخد عن جو انطباع إنه مستهتر ومش مسؤول لأنه بيهزر طول الوقت، وبيحس إنه مش قادر يثق فيه ويشاركه. فبيخرج من عنده وهو متضايق وبيقول ليونس إنه مستحيل يشاركه، وبكده يبقى الحل الوحيد إنه يروح باركر صاحب المبنى اللي هيشتريه ويحاول يتفاوض معاه علشان يقلل المبلغ اللي هيدفعه علشان يقدر يوفر جزء يصلح بيه المبنى. وفعلا برنارد بيروح يتكلم مع باركر وبيحاول يقنعه انه يقلل المبلغ اللي طالبه، وبيقول له برنارد انه لو قدر يصلح المبنى المستأجرين هيدفعوا فلوس اكتر، وقتها هو هيدفع له باقي فلوسه. لكن باركر ما بيقتنعش بكلامه وبيقول له ان المستأجرين عمرهم ما يدفعوا اكتر من كده، فبيفهمه برنارد وجهة نظره وبيقول له انهم هيغيروا طبقة الناس اللي هيأجروا لهم، وهيأجر لطبقة اعلى زي المحامين والأطباء اللي عايزين يحسنوا من معيشتهم ويسكنوا في أماكن أحسن، ودول ما عندهمش اعتراض إنهم يدفعوا أكتر لأن ده هيناسب دخلهم. وبيقول له برنارد إنه لو وافق هيعتبر إن هما الاتنين هيعملوا استثمار مع بعض وهما الاتنين هيكسبوا. وبالرغم إن باركر بيبقى معجب بحماسه وتفكيره لكنه ما بيوافقش لأن بيكون جايله عرض من شخص تاني بمبلغ أكبر، ده غير إنه هياخد فلوسه بالكامل. لكن برنارد برضو ما بييأسش وبيقرر يروح للبنك اللي باركر بيكون من أهم العملاء بتوعه علشان يطلب قرض، لكن الموظفين هناك بيتعاملوا معاه بعنصرية بسبب لون بشرته وما بيوافقوش إنه يقابل ريد مدير البنك، وبتكذب عليه الموظفة وبتقوله إن مدير البنك مش موجود. فبيخرج برنارد من البنك وبيفضل واقف مستنيه بره لحد ما يخلص شغله علشان يتكلم معاه، ولما بيشوفه بيقوله إنه معرفش يقابله جوه للسبب اللي هما الاتنين عارفينه، وعلشان كده اضطر يستناه عشان يطلب منه إنه يوافق يديله قرض يشتري بيه عقار من باركر. وبالليل بيتفاجئ برنارد ان باركر بيتصل بيه وبيقول له ان مدير البنك كلمه وقال له على طلبه، وبالرغم من ان ده ضد القوانين انه يستخدم اسمه بدون علمه لكنه بيوافق، وبيتفقوا يتقابلوا الصبح في البنك علشان يمضوا العقد وياخد القرض. وبيقول له ان الحاجه الوحيده اللي خلته يوافق هي اصراره انه يشتري المبنى، وده معناه انه واثق من فكرته ومن مكسبه، وعلشان كده كلم البنك وقال لهم يدوله القرض وهو هيكون الضامن ليه. وفي اللحظه دي بيكون برنارد مصدوم ومش مصدق نفسه لانه اخيرا هيبدا يحقق اول خطوه في حلمه، وبيروح يسهر مع يونس وبيحتفلوا، وهناك بيقابل جو الرجل الاسمر
الغني، واللي بيقول له انه عارف انه طموح وذكي، وبيقول له كمان انه لو احتاج مساعده في اي وقت يجيله لانه بيحب يشوف اللي زيه بينجحوا. وبيحذره من باركر لان لو برنارد ما وفاش بوعده وقدر يأجر البيت بسرعه اكيد هيأذيه. برنارد بيتضايق من كلامه وبيبدأ يفكر فيه، وعلشان كده ما بيضيعش اي وقت، وعلى طول بيبدأ في تصليح المبنى بمساعده ابن عم يونس وصاحبه مات. وبيتفق معاهم برنارد انهم هيشتغلوا معاه بمقابل مادي. وبتشوفهم واحده من المستأجرين وبتقول لبرنارد يبلغ باركر انها مش هتدفع حاجه زياده في الايجار، فبيقول لها برنارد ان هو اشترى المبنى من باركر، لكنها ما بتصدقوش وبتقول له ان المبنى ده للبيت بس ومستحيل واحد زيه يبقى معاه فلوس يشتريه بيها. وبتبلغ عنه الشرطه، ولما بيوصلوا بيديهم برنارد نسخه من الورق اللي بيثبت لهم انه صاحب المبنى، لكن حتى الشرطه بتتعامل معاه بعنصريه وبيقولوا له يتعامل مع جيرانه بطريقه كويسه وبيمشوا. وبعد فتره بيتنقل برنارد مع اسرته وبياخدوا شقه في المبنى وبيسكنوا فيها. وقتها بيتضايقوا المستأجرين الموجودين لانهم مش عايزينه يكون جارهم. ومع الوقت بيقدر برنارد انه يأجر كل الشقق الفاضيه الموجوده في المبنى، وبيرجع لباركر كل فلوسه في وقت قصير وبيثبت نجاحه للكل. وده بيخلي باركر يعجب بيه اكتر وبيعرض عليه ان هم يتشاركوا ويستثمروا مع بعض في العقارات والمكسب يتقسم بينهم بالنص، لكن بشرط ان تكون مهمته انه يتكلم مع العملاء في التليفون بس، ووقت العقود يكون باركر هو الواجهه بتاعتهم ويحضر كل الاتفاقيات، لان الناس مش بتحب تتعامل مع برنارد وبيعاملوه باضطهاد وعنصريه، وبكده هما الاتنين هيكسبوا. ومن غير تفكير بيوافق برنارد وبيبدأوا يشتروا عقارات قديمة ويجددوها ويستثمروا فيها ويأجروها، لحد ما بيكون برنارد شريك مع باركر في 12 عقار وبيكبر راس المال بتاعهم. فبيشتري برنارد بيت كبير لأسرته وبيتنقلوا فيه، ولما بيوريه ليونس بيعجبها لكنها بتبقى فاكرة انه مأجره، ولما بتعرف انه اشتراه وكتبه باسمها بتفرح جدا لانه قدر تشجيعها ليه وقفها جنبه لما ما كانش معاه فلوس. ولكن بعد فترة بتحصل حاجة مش متوقعة بتقلب كل حسابات برنارد، وده لما بيعرف ان باركر مات وزوجته عايزه تلغي الشراكه بينهم، وبتعرض على برنارد انها تشتري نصيبه بمبلغ قليل جدا، وبتستغل عدم وجود اي عقد بينه وبين باركر، وده كان حسب اتفاقهم انه ما يظهرش في العقود والاتفاقات. لكن برنارد بيكون مصدوم من اللي بيحصل وبيحاول يقنعها انها تكمل الشراكه معاه بدل جوزها، لكنها بترفض وبتقول له انها ما بتحبش تتعامل مع السود، وبتنصحه انه يقبل المبلغ اللي عرضته عليه بدل ما ترفع قضيه وما يعرفش يثبت فيها حقه، وقتها مش هياخد اي حاجه. ولما بياخد برنارد رأي المحامي بيقوله ان الحل الوحيد ان يكون في شاهد على الشراكة عشان يثبت حقه قدام المحكمة. فبيفتكر برنارد ريد مدير البنك اللي اداله القرض وكان عارف كل الشغل اللي بينه وبين باركر، لكن لما بيروح البنك بيرفض ريد يقابله، وساعتها برنارد بيفهم انه مش هيشهد معاه وهيقف مع زوجة باركر. وبيجيله فكرة انه لو قدر يشتري المبنى اللي فيه البنك وقتها البنك مش هيقدر يرفض يديله قرض وهيكون عميل عندهم زيه زي زوجة باركر. وبيفتكر جو اللي يونس عرفته عليه عشان يشاركه وهو ما كانش موافق، فبيقرر يروح له ويعرض عليه فكرته، وفعلا بيروح لجو وبيحكي له عن المشكله اللي هو فيها وبيقنعه انهم يتشاركوا ويشتروا مبنى البنك. وبيعجب جو بحماسه وبيوافق بشكل مبدئي، لكن بيقول له انهم مش هيوافقوا يبيعوا لهم المبنى لانهم سود. فبيقول له برنارد انه كان عامل حسابه وعنده حل للمشكله دي، وهي انهم هيتفقوا مع مات عامل البناء اللي بيشتغل معاه في تجديد المباني اللي كان بيشتريها انه يكون هو الواجهه بتاعتهم لانه ابيض، وبيروحوا يقابلوه بيوافق. لكن جو ما بيكونش مقتنع وبيقول لبرنارد انه جبان ومش هيعرف يعمل اللي هم عايزينه، فبيطمنوا برنارد انهم هيدربوه على كل حاجه وهيغيروا شكله ولبسه، والاهم من كل ده انه واثق فيه. وبيعلموا برنارد انه يحسب بسرعه وازاي يقنع اللي قدامه انه يشتري باي مبلغ هو عايزه، كمان بيعلموه لعب الجولف وازاي يلبس كويس لحد ما بيكون مات جاهز. وقبل ما يروح يقابل صاحب المبنى بيعرف برنارد معلومات عنه واللي يعتبر اطول مبنى في المدينه. اما جو فبيعرف له كل مواعيده في الاماكن اللي بيخرج فيها، وبيرتب له معاه ميعاد في النادي المشترك فيه علشان يتعرف عليه. وبيقابله مات اكتر من مره في النادي وبيلعب معاه الجولف، وفي مره لما بيتعرفوا على بعض اكتر بيقرر يعرض عليه انه يشتري منه المبنى، وبيقول له برنارد ازاي يقنعه ويحسب قدامه كل حاجه بسرعه علشان يصدقه ويثق فيه. لكن مات بيقول لهم انه مستحيل يقدر يحسب كل ده، فبيضطر انه يحفظ الارقام. وفعلا بيقعد مات مع صاحب المبنى وبيقدر يقنعه بسهوله بنفس طريقه برنارد وبيوافق انه يبيع له، وبكده بيقدر برنارد انه يمتلك المبنى. وبيقدم برنارد وجو نفسهم للمستاجرين على انهم شركاء لمات، ومع الوقت بتتطور الشراكه بتاعتهم وبياخدوا قروض وبيشتري مباني كتير وبيأجرها. بعد فتره بيرجع برنارد لتكساس وبيقابله والده وبيقوله انه فخور باللي هو قدر يحققه. تاني يوم بياخد برنارد ابنه وبيخرجوا عشان يفرجوا على المدينه اللي ابوه اتولد فيها، وبيروح برنارد يقف قدام البنك اللي كان بيمسح الاحذيه عنده لما كان طفل،
وهناك بيشوف طفل قاعد في نفس المكان وبيشتغل نفس شغلة برنارد القديمة، وبيسأله برنارد بكام، وبيتصدم برد الطفل عليه لأنه بيقوله إنه بيلمع الأحذية للبيض بس. فبيعرف برنارد وقتها إن تكساس ما اتغيرتش بعد كل السنين دي، ولسه العنصرية موجودة حتى عند الطفل الصغير. فبيقرر قرار مهم إنه هيشتري البنك اللي كان بيشتغل قدامه زمان، وبيروح علشان يقول لجو يقنعه، وبيقوله إنه عايز يشتري البنك ده بالذات علشان يثبت لنفسه والناس كتير في تكساس إن السود زيهم زي البيض يقدروا ينجحوا ويكونوا أثرياء، وكمان وقتها هيقدر يساعد ناس كتير من السود ويديهم قروض. لكن جو بيكون رافض لأن الوضع في تكساس مختلف عن كاليفورنيا وممكن يواجهوا مشاكل كتير، وبيقنعوا برنارد إنهم هيخلوا مات يساعدهم زي ما عملوا قبل كده وهيدوله فلوس اكتر علشان يوافق. وفعلا بيقنع مات انه يروح لتكساس، وبيمثل انه هو شريكهم، وبيقدر انه يقنع صاحب البنك انه يشاركهم، وبيشتري 80% من البنك، وال20% الباقية بتفضل ملك لروبرت ابن صاحب البنك. وبيفرح برنارد جدا، وبيبدأ يخلي مات يوافق على القروض للأسر أصحاب البشرة السمراء علشان يعملوا مشاريع ويحسنوا من دخلهم ويعيشوا أحسن. ودي بتكون أول مرة بنك في تكساس بيوافق على القروض للسود، بعد ما كان ممنوع إنهم يدخلوا البنك أصلا كعملاء، وما كانوش بيسمحوا لهم إنهم يدخلوه إلا لو كانوا خدم أو سواقين للبيض. ومع الوقت بيبدأ روبرت ابن صاحب البنك يشك في مات بسبب زيادة عدد القروض الكبيرة اللي بيديها للناس. ولما بيراقب مات بيشوف هو بيقابل برنارد وجو باستمرار، وبيكتشف انهم اصحاب البنك الحقيقيين وان مات مجرد واجهة ليهم. ولما بيروح يواجههم في المكان اللي بيتجمعوا فيه بيكون متضايق جدا من اللي عملوه، وبيقول لهم انهم نصبوا عليه لانهم ما قالوش الحقيقة من البداية. وبيعرفوا ان في عملاء كتير عملوا بلاغات ضدهم بسبب القروض اللي بيدوها للسود، وهتيجي لجنة مشرفين بعد شهر علشان تحقق في الموضوع ده، ولو اكتشفوا الحقيقة العملاء البيضة ينسحبوا والبنك هيخسر ويفلس. وبيسيبهم يفكروا في حل المشكلة اللي عملوها وبيمشي. فبيقول برنارد انهم لازم يوقفوا القروض اللي بيدوها للسود طول الفترة دي لحد ما يفكروا في حل. وبيقترح عليهم مات انهم يشتروا بنك جديد وينقلوا فيه كل العملاء السود اللي واخدين القروض لحد ما يخلص الفحص، ووقتها هم مش هيلاقوا حاجة. لكن برنارد وجو ما بيكونوش متحمسين للفكرة لان ما عندهمش وقت يديروا البنك الجديد. فبيستغل مات الفرصة وبيطلب منهم يخلوه شريك فعلي في البنك الجديد. وبيرفض برنارد وبيقول له ان ده صعب لانه ما عندوش الخبرة الكافية اللي تخليه يدير البنك ده واللي هيدفعوا فيه مبلغ كبير. فبيهددهم مات انهم لو ما وافقوش هيعمل لهم مشكلة وهينسحب من كل العقود اللي مضاها ليهم ومش هيكون معاهم في اي شغل تاني. وقتها بيتضايق جو جدا وبيلوم برنارد لانه ما كانش مطمن لمات من البدايه، وهو اللي اداله ثقه كبيره طلع ما يستحقهاش. لكنهم في النهايه بيضطروا يوافقوا وبيشتروا البنك الجديد. وفي يوم بيجي تفتيش مفاجئ للبنك الجديد وبيبلغ مات برنارد انهم هيجوا بعد ساعات علشان يفحصوا القروض. فبيقرر برنارد وجو انهم يروحوا بسرعه علشان يساعدوه، لكن علشان يدخلوا البنك لازم يلبسوا لبس عمال النظافة، وبيعملوا كده فعلا. لكن يونس لما بتشوفه بتقوله انه كده بيهين نفسه. فبيقولها برنارد انه مضطر ولازم يساعد مات علشان البنك الجديد ما يخسرش. وبيروح جو برنارد البنك، وفي نفس الوقت بتوصل لجنة الفحص وبيكتشفوا ان في مخالفات كتير في القروض، وما بيعرفش مات يرد عليهم في اي تفاصيل بيسألوا فيها لانه بيكون مش فاهم، وبيتوتر جدا وبيروح الحمام. وهناك بيكون جو برنارد مستنينه وبيطلب منهم يدوروا له على مخرج ويساعدوه. لكن برنارد بيتفاجئ انه عمل الاخطاء دي كلها في القروض. فبيقول لهم مات انه ما كانش فاهم واستعان بروبرت علشان يساعده. وقتها بيعرفوا ان روبرت كان متعمد يوقعوا في الاخطاء دي، وكمان مش بعيد يكون هو اللي بلغ عنهم لجنة الفحص لانه ما بيحبهمش وعايز ينتقم منهم بسبب اللي عملوه معاه. وبيتعصبوا على مات بسبب اللي عمله، وبيطلبوا منه يركز مع روبرت في البنك التاني ويحاول يقنع العملاء الباقيين انهم ما يلغوش القروض بتاعتهم. لكن تاني يوم بيعرفوا ان مات باع القروض الخسرانه اللي عليها مخالفات لبنك تكساس علشان ينقذ البنك الجديد اللي مكتوب باسمه. وبسرعه بيروح جو برنارد البنك تكساس وبيبقوا مش مصدقين انه عمل كده، وبيقولوا له ان كده هيقفل البنكين. فبيقول لهم مات ان ده اجراء مؤقت وهيرجع كل حاجه زي ما كانت. وقبل ما يكملوا كلامهم بيوصل المسؤولين من مكتب المراقبه وبيقفلوا البنك المات لان اللي عمله كان مخالف للقانون، لكن هو ما كانش يعرف. وبعد ثواني بتوصل الشرطه وبيقبضوا على مات وجو برنارد. وفي التحقيقات بينصح الضابط مات انه يقول قدام المحكمه ان جو وبرنارد هم اللي عملوا كل حاجه وهم اللي ورطوه معاهم، وهو كان بيسمع كلامهم لانه كان عايز الفلوس، وبكده التهمه هتثبت عليهم وهو مش هيتحبس. ولما بيفكر مات في كلامهم بيوافق وبيقول الكلام ده في جلسه الاستماع قدام المحكمه. اما جو
فقبل الجلسة بتاعته بينصحوا الضابط اللي بيحقق معاه انه يعترف انه كان غلط لانه جمع فلوسه بالنصب والغش، وان البيض هم اللي دعموه وساعدوه علشان يوصل لكل اللي هو فيه، وبكده احتمالية ان الحكم يسقط من عليه هتكون كبيرة. ولما بيجي ميعاد الجلسة بتاعته بيقول برنارد ليوناس ان كان عندها حق لما حذرته انه يشتري البنك، وجو كمان كان صح لما قال لهم ان ده هيدخلهم في مشاكل كبيرة، لكن هو اللي اصر يشتريه. فبتقول له يوناس انها طول عمرها كانت عارفة انه مميز في تفكيره عن كل الناس، وبتقول له ما يندمش على اي حاجة عملها ويبص للموضوع من جانب ايجابي، وان ممكن يكون ده حصل علشان يدافع عن نفسه قدام كل الناس ويسلط الضوء على العنصرية اللي بتحصل بين السود والبيض في تكساس. وبيفكر برنارد في كلامها، فلما بيدخل جلسة الاستماع بيقرر انه ما يتكلمش عن الاخطاء اللي عملها في القروض، وبيقول لهم انه عارف ان الجلسة دي معمولة علشان هما شايفين ان ما ينفعش 2 من الزنوج يتملكوا بنكين، وده السبب الاساسي انهم عايزين يحاكموه. فبيحاول القاضي انه يقاطعه، لكن برنارد بيكون متعصب وبيكمل كلامه عن العنصرية اللي بيتعرضوا ليها من يوم ما اتولدوا، وبيقول لهم انهم لو كانوا مسموح لهم كمواطنين سود ياخدوا قروض من البنك ويبداوا بيها مشاريع صغيره ما كانش هيضطر انه يعمل كل ده. وبتحصل فوضى كبيره في القاعه وبتصورها الصحافه، فبيضطر القاضي انه ينهي الجلسه، وبعدها بتحكم المحكمه على جو برنارد بالسجن لمده 3 سنين بتهمه اهدار اموال البنك والغش والتزوير، وبيحجزوا على كل ثروتهم وبيصادروا العقارات بتاعتهم. ومن اصل 177 مبنى كان بيمتلكهم برنارد ما بيتبقاش ليه غير مبنى واحد كان كاتبه باسم زوجته يوناس. وبعد 3 سنين بيخرجوا من السجن، وبتستقبلهم يونس وبيقول لها برنارد انهم هيسافروا لجزر البهاما، وبيحكي لها ان قبل الحكم مات اتصل بيه وقال له ان المكتب الفيدرالي عايزه يشهد ضدهم، ولو ما وافقش هيسجنوه 40 سنه وهو مش عارف يعمل ايه. وقتها عمل معاه اتفاق انه يوافق، لكن بشرط انه يقدم له خدمه ويشتري له هناك بيتين قبل الحكومه ما تحجز على فلوسه. وبعدها بيقرر برنارد وجو انهم ينقلوا حياتهم لجزر البهاما ويبداوا يستثمروا في العقارات من اول وجديد، وبعد فتره بيرجعوا تاني لأمريكا وبيكونوا قدروا يجمعوا ثروة جديدة. وبنعرف إن بعد شهادة برنارد في المحكمة أصدرت الحكومة قانون الإسكان العادل اللي بيجرم منع بيع أو تأجير العقارات للمواطنين السود، وبينص على المساواة بينهم في السكن. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. يا رب يكون الفيلم عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة، ونشوفكم في فيلم جديد.